بتحكي الفنانة المصرية زينب وهبي عن تفاصيل مؤثرة عن قصة عودتها للحياة بعد إعلان وفاتها بغرفة العمليات أثناء ولادة ابنها التاني، وأكدت إن التجربة دي أصابتها بصدمة كبيرة غيرت الكثير من معتقداتها الدينية. وقالت زينب وهبي خلال مقابلة تلفزيونية عبر الهاتف إنها اتوفت ورجعت للحياة مرة أخرى بمعجزة، وبتقول: رأيت بالفعل الموت بعيني، الحمد لله. في البداية كنت حامل في ابني التاني، وبعد وضع الجنين بثواني اتوقف قلبي، وفجأة رأيت نفسي فوق سقف الغرفة والمساعد بيطلب المساعدة من الطبيب. وقالت: المشهد انقطع، وبعدها شفت نفسي وأنا طفلة وعمري بيمر أمامي حتى سني الحالي. وبعدها شفت زوجي المخرج الراحل وهو بيخرج عمل مع الفنانة رغدة، ورأيت ابني الكبير وأنا بطير فوق كل هذه الأحداث. وبعدها شفت اسطوانات مظلمة وبدخل في داخلها، وفي نهاية هذا الممر أو النفق رأيت أمي وهي متوفية وفتح يديها وتستقبلني. واستكملت وقالت: وفعلا وصلت ليها واحتضنتني، وكنت أريد أن أسير معها، النور خلفها قوي، وظللت أدفعها بقوة حتى أسير معها، ولكنها حضنتني بقوة وأعادتني بدفعة قوية حتى شهقت وفتحت عيني على جلسات كهرباء. حينها شعرت أنني عدت للحياة، وفتحت عيني ووجدت ممرضات وطبيب بيبكوا بشدة، وعلمت أن سبب وفاتي المؤقت تسمم حمل. وقالت زينب وهبي إن الطفل اتوفى بعد الولادة بشهرين، لكن التجربة غيرت شخصيتها وجعلتها تكتسب معتقدات إيمانية جديدة وتصديقا لقدرة الله. ويذكر إن الفنانة زينب وهبي ممثلة مصرية من مواليد 1952، شاركت الفنانين محمد صبحي وعادل إمام في كتير من أعمالهم التلفزيونية والمسرحية. أبرز أعمالها شخصية حريصة في مسلسل يوميات ونيس، والرفيقة الدادة أم عطيات في فيلم السفارة في العمارة. كمان شاركت في فيلم 365 يوم مع الفنان أحمد عز وحسن، ومرقص مع الفنان عادل إمام والفنان عمر الشريف. وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل زي الشمس مع الفنانة دينا الشربيني والراحلة رجاء الجداوي، متعها الله بدوام الصحة. أنا عايزة رأيكم في الكومنتات، هل ممكن حد يموت ويرجع تاني للحياة؟ مش عارفة بصراحة، مستنية رأيكم في الكومنتات.